يوم 18 يونيو سنة 2012 بنت ماشية مع عائلتها في سوق من أسواق باكستان، وتحديدا في مدينة بيشاور. طلع عليهم 2 مسلحين وراكبين موتوسيكلات وفرغوا فيهم الرصاص، وفورا البنت وابوها توفوا على طول، ووالدتها واختها نجوا بأعجوبة. وحقك طبعا ان انت تسأل مين البنت دي ومين اللي قتلوها بالمنظر ده، وانا طبعا دوري اني اجاوبك، بديهيات يعني. فطبعا انت حفظت بقى، حضر مشروبك اللذيذ او اكلك اللي بتحبه، وبسم الله نبدأ بكوهات جديدة. بتبدأ الحكاية يا عزيزي سنة 1988 وتحديدا يوم 1 يناير. في اليوم ده اتولدت المغنية الباكستانية غزالة جاويد، وهي بطلة قضيتنا النهاردة. اتولدت غزالة في شمال باكستان في عيلة باكستانية مسلمة، وطبعا زي بني ادمين كتيرة بيحلموا بالشهرة والفلوس اتسهل ليها الطريق بفضل صوتها اللي لا يضاهي صوت. ومش صوتها وبس، غزالة كمان ربنا ناعم عليها بملامح وسيمة جدا، وكانت حلم لشباب كتيرة في باكستان، خصوصا بعد ما بدأت تتعرف كمان. وكبرت غزالة وكبر معاها حلمها بانها تكون مغنية مشهورة، وبدأت تبلغ أهلها بده، وكانوا مرحبين جدا وما تقابلتش بالرفض. وده اللي شجعها وخلاها تبدأ مشوارها الغنائي في سنة 2004. وفعلا في وقت قياسي غزالة بقت من أشهر المغنيين في وادي سوات في باكستان، وأغانيها انتشرت بين الشباب والبنات بشكل كبير. ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. في الوقت ده جماعة من الجماعات المتشددة في المدينة اللي كانت عايشة فيها فرضوا سيطرتهم على المدينة ومنعوا الغنى والحفلات في أواخر 2007، وأصدروا أوامر باعتقال أي مغني أو مغنية يعرضوهم. طبعا غزالة خافت على نفسها وعلى أهلها من اللي ممكن يحصل لهم، ونقلت في مدينة تانية في باكستان اسمها بيشاور، وبدأت تكمل مشوارها الغنائي اللي كانت بتحلم بيه من صغرها. ولكن ما كانتش تعرف القدر مخبلها ايه. غزالة وصلت هي واهلها لمدينة بيشاور، وبدأوا ان هم يستقروا هناك، وبدأت ان هي تكمل مسيرتها الفنية، وسجلت اغاني كمان، وبدأ الطلب يزيد عليها في الاعراس والمناسبات والحفلات وهكذا. غزالة شهرتها بدأت ان هي تزيد يوم بعد يوم، واسمها بدأ ان هو يوصل لبلاد كتيرة زي افغانستان والامارات وغيرهم كتير، ويستضافوها في بلادهم وعلى مسارحهم كمان. وكان كل اللي بيشوفها بيتسحر بجمالها وغناها، حتى اجرها تخطى اجور فنانين كتيرة في الوقت ده، لدرجة ان مكاسبها في الليلة الواحدة كانت بتعدي 15,000. ولكن مع الاسف كل ده ما استمرش لغزالة كتير. غزالة تقدم لها رجل اعمال وتاجر عقارات اسمه جهانجير خان. بصوا انا هسميه جيجي عشان ما تعبش. المهم غزالة في الوقت ده كانت بتحب راجل تاني اسمه سليم خان، ورفضت الجوازة. ولعلمك ان غزالة جاويد كانت امية، يعني لا بتعرف تقرا ولا تكتب. ويمكن انت تحس ان دي معلومة مش مهمة قوي، ولكن احب اقولك ان دي بالذات نقطة التحول في حياة غزالة، لان امها استغلت امية بنتها واتفقت مع راجل الاعمال اللي اتفقنا انه اسمه جيجي على انهم يدبروا مكيدة على بنتها. والمكيدة دي ان هي تبصم غزالة على اوراق حفلة المفروض انها هتروحها. ولكن غزالة ما كانتش تعرف ان هي بتبصم على اوراق جوازها من جيجي خان. واول ما عرفت غزالة ان هي على ذمة راجل تاني حاولت ان هي تنتحر، ولكنها نجت. للأسف رضت بالواقع، ويوم 7 فبراير 2010 اتعمل لها حفل زفاف واتجوزت جيجي. وطبعا الموضوع ما وقفش لحد هنا. جيجي بدأ ان هو يزن على غزالة ان هي تسيب الغنى بحجة انه بيغير عليها، ولكنها رفضت تماما. ومع الوقت اكتشفت ان هو كان متجوز قبلها وما كانش معرفها، فطلبت منه الطلاق واصرت ان هو يطلقها. ومع رفض طلاقها رفعت عليه قضية خلع وراحت تعيش في بيت اهلها، واستمرت في الغنى وحضور الحفلات، وده اللي زود غضب وغيرة جيجي عليها جدا. وفي سنة 2011 المحكمة حكمت لصالح غزالة واتطلقت منه، وعاشت حياتها حرة من تاني. طبعا جيجي رجولته نقحت عليه، وقرر ان هو يأجر 2 مجرمين، وبالفعل خلص عليها هي وابوها. وبعد التحقيقات اعترف ال2 المجرمين ان جهانجير خان هو اللي اتفق معاهم واداهم الفلوس اللي طلبوها علشان ينفذوا. وفي 16 ديسمبر سنة 2018 اتحكم على ال3 بالإعدام. ولكن أم غزالة مصرة إنها تفضل مجردة من الإنسانية. وفي سنة 2012 المحكمة العليا لغوا قرار الإعدام بسبب تنازل أم غزالة عن دم بنتها وجوزها. وطبعا المقابل هي فدية دفعها لها جهانجير خان عشان يخلع من حكم الإعدام بمنتهى البساطة، عشان تنتهي حياة غزالة جاويد صاحبة 24 سنة نتيجة طمع وجشع أمها عبدة الفلوس. وانا يمكن عندي كلمتين بساط قوي في الموضوع ده. كتير بنشوف اهالي بيجبروا ولادهم على جوازات من وجهة نظرهم هم انها تناسبهم او هتأمن مستقبلهم، وبيوصل الحال ان ممكن اهالي يوافقوا على واحد وهو عليه بعض الملاحظات لمجرد انه يملكوا معاه، ويبقى حجتهم ان يمكن ربنا يهديه او ما يعيبش الراجل
الا اللي في جيبه. ولكن اللي يعيب الراجل فعلا انه ما يبقاش راجل ولا يصون الامانه اللي خدها من بيت اهلها، واللي قادر يهدي اللي معاه هو نفس الرب اللي قادر يرزق اللي ما معهوش. يا ريت تحترموا شويه نفسيه وادميه ومستقبل ولادكم. وبكده يا شريك العظيم تبقى انتهت بكوهات النهارده. ما تنساش لو الفيديو عجبك تقديرا لمجهودي انك تعمل لايك واشتراك في القناه، وخلي بالك من نفسك لحد ما اشوفك الفيديو الجاي في متعه جديده. سلام.